بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سندوتشات التشيكن ستريبس بطريقه سهله وسريعه، وطريقه موفره واسهل واحسن من نشتريها من بره 100 مره. طبعا احنا عارفين ولادنا قد ايه بيحبوا الستريبس والتشيكن ستريبس، وكل شويه عايزين السندوتشات ديت من بره. فانا قلت النهارده ان شاء الله نعملها بطريقه سهله وسريعه في البيت. يلا بينا نشوف المقادير عملناها ازاي. معايا هنا هو نص كيلو من صدور الفراخ البانيه. طبعا الكمية كل واحد بيعمل الكمية اللي هو على حسب عدد أفراد أسرته والكمية اللي هو عايزها. جبت صدور الفراخ البانيه قطعتها بالشكل دوت، بالطول. ولا عايزاها ولا هي رفيعة قوي ولا هي تخينة قوي، بالشكل اللي احنا شفناه دوت. هجيب هنا هوت معايا كوباية من المية الساقعة المتلجة، هحط فيها كمان مكعبات تلج لأن عايزاها تكون ساقعة قوي. هحط البهارات بتاعتي، معايا ملح وفلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا وبهارات من الفراخ ومكعب مرقة دجاج. ومكعب المرقة هنا اختياري، لو مش عايزين تحطوه بلاش، بس هو بيدي طعم حلو جدا في الوصفة دي. هنقلب بقى كل الخليط ده كده كله مع بعض لحد ما الملح والفلفل الاسود والبهارات اللي احنا حطيناها دي كلها تدوب كده اهوت في المية، وتبقى عندنا بالشكل ده. هحط فيها الفراخ بقى مش اقل مثلا من ساعتين. لو انتي مش مستعجله عليها وتقدري تسيبيها اكتر من كده يكون احسن، طبعا بتدي طعم حلو جدا كل ما تقعد في التتبيله. يعني لو انتي مثلا عايزه تجهزيها من بالليل وتسيبيها في التلاجة يكون حلو جدا. كل ما الفراخ بتقعد في التتبيله وكل ما بتدي طعم احسن. انا هسيبها بس ساعتين، هغطيها وادخلها التلاجة واسيبها لمده ساعتين في التلاجة. هدخلها بقى التلاجة وبعدين اجهز الكفر بتاعها اللي احنا هنحط فيه الفراخ. معايا هنا كوبايه كبيره من الدقيق، هحط عليهم معلقتين كبار من النشا، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهحط نص معلقة صغيرة من البابريكا ومن الكركم ومن الملح. مش هزود الملح لان احنا كنا حاطين ملح في التتبيلة في الاول، فانا حطيت نص معلقة صغيرة خالص من الملح. هقلب الكفر كده، هو تدخل التوابل كلها مع الدقيق والنشا. خلاص ده كده كان الكفر اللي احنا هنحط فيه الفراخ. هجهز بقى كمان الصوص اللي انا هعمل بيه السندوتشات. معايا معلقة كبيرة من المايونيز ومعلقة كبيرة من الكاتشب ونص معلقة صغيرة من المستردة. المستردة هنا اختياري، لو مش عايزين تحطوا المستردة بلاش منها، بس هي بتدي طعم حلو جدا مع الصوص ده. بيدينا نفس طعم الصوص اللي احنا بنجيبه من بره. انا حطيت كمان معاها نص معلقة صغيرة خالص من الثوم البودر. بجد بيدينا نفس طعم الصوص اللي احنا بنشتريه من بره، بيكون لونه بينك كده هو فاتح، بيجي مع السندوتشات. بعد ما جهزت كده الصوص هدخله بقى التلاجة لحد ما نخلص ونيجي نجهز السندوتشات، هطلعه من التلاجة. هشيل بقى الفراخ هنا اهوت من التتبيله اللي احنا كنا مجهزينها، وهسيب التتبيله اللي احنا عاملينها ديت مع بعض، مش هشيلها لان هنرجع الفراخ فيها مره تانية. هحط الفراخ في الدقيق، هغلفها كده اهوت بالدقيق، وارجعها تاني في الخليط اللي احنا كنا عاملينه في الاول، اللي احنا كنا ناقعين فيه الفراخ. وارجع تاني اغطيها بالدقيق والنشا والبيكنج باودر والتوابل اللي احنا كنا حاطينها معاها. بعد ما اخلصها لازم انفضها كده اهوت من الدقيق عشان تدينا التعرجات اللي احنا شايفينها دي، عشان لما نيجي نقليها في الزيت تطلع بالشكل نفس الشكل اللي احنا بنجيبه من بره. طبعا انا عملت الخطوه دي مرتين، لو انتوا عايزين تزودوها اكتر من كده يعني ممكن تعملوها مثلا ترجعوها تاني في الخليط دوت وترجعوها تاني مره تانية في الدقيق، يبقوا 3 مرات زي ما تحبوا، بس انا اكتفيت بمرتين اتنين بس. كمان في من نصيحة كمان، لما تيجي تعملوها ما نعملش الكمية كلها مرة واحدة، لان الفراخ هتقوم جايه شاربة الدقيق والتعرجات اللي في الفراخ هتختفي، فمش هتدينا نفس الشكل اللي احنا عايزينه. فاحنا نعمل كده هو الرصة الاولانية ونروح على الزيت على طول نقلي فيها، وبعدين نرجع نكمل الكمية كلها تاني. شايفين ده كده شكلها، لو انا سبتها الفراخ هتشرب الدقيق والتعرجات دي هتروح. معايا بقى هنا زيت يكون سخن جدا ومهدياه على نار وسط. لو مهدتهوش على نار وسط الفراخ هتاخد لون بسرعة ومش هتستوي من جوه، فلازم النار تكون متوسطة. كل اتجاه تقريبا هياخد معايا دقيقتين.
طبعا احنا بنكون بنشوفها وبنتابعها، واول ما بتحمر من تاخد لون ذهبي الفاتح من تحت بقوم جايه قلبها على طول على الاتجاه التاني. جربوها يا بنات بالطريقه ديت وان شاء الله تعجبكم. بجد انا مش قادره اقول لكم والله ريحتها كانت عامله ازاي وطعمها عامل ازاي. شايفين ده كده كان شكلها مديانا نفس الشكل بالظبط اللي احنا بنشتريه من بره. طبعا احنا عارفين ولادنا كلها بتحب الاستريبس والسندوتشات، فطلبوها مني، فقلت بدل ما اشتريها من بره هعملها في البيت بطريقه موفره وطريقه سهله وسريعه وبنفس الطريقه بالظبط اللي بنشتريها من بره. احنا هنعمل الكميه كلها كده بنفس الطريقه. شايفين لونها عامل ازاي؟ خلاص هنا بقى كنت خلصت كل الكميه. هنبدأ بقى نجهز السندوتشات بتاعتنا. معايا هنا هو خس، وجهزنا الصوص اللي احنا جهزناه في الاول، وطبعا معايا هنا هو عيش كايزر، ومعايا كمان عيش فينو. طبعا انتوا تقدروا تعملوها باي حشوه، انتوا باي عيش او اي حاجه انتوا بتحبوها. يعني ممكن تستخدموا تورتيلا، ممكن تعملوها برز، المتوفر والموجود عندكم اعملوه. بتبقى كمان بالعيش التورتيلا بتبقى حلوه جدا، بس انا اللي كان عندي هو العيش الفينو والعيش الكايزر ده. انا هعملها طبقات كده اهوت. طبعا عايزين تعملوها طبقه واحده زي ما انتوا عايزين، عايزين تعملوها طبقات برضك براحتكم. آه، طبعا انا برضك كان عندي هنا هو جبنه شيدر، حطيتها. الجبنه برضك الشيدر هنا اختياري، بس انا حبيت اديهم نفس الشكل اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط. الجبنه الشيدر طبعا الفراخ سخنه فهتسيح معاها وهتديها المطه اللي هي بيكون موجوده فيها. ده بيكون شكل السندوتش بالشكل ده. معايا كمان هنا عيش فينو اللي هو الشكل التاني. كمان انا قليت معاها شويه كمان من البطاطس عشان نديهم نفس الشكل ونفس الطعم بالظبط، وكأننا بالظبط جايبينها من بره. جربوها يا بنات، مش قادره اقول لكم والله ريحتها وطعمها عامل ازاي. جربوها بالوصفه وبالطريقه ديت. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. وده كده كان شكلها في الاخر. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. ان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده وفيديو جديد.